السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شهر رمضان ليس مجرد عبادة، بل معجزة صحية حقيقية أثبتها العلم الحديث. صيام من الفجر إلى المغرب يغير جسمك من الداخل بطرق مذهلة. دعونا نستعرض أبرزها باختصار. أولاً، الالتهام الذاتي. بعد ساعات الصيام يبدأ الجسم بتنظيف الخلايا التالفة وإعادة تدويرها، كأنها مكنسة داخلية تزيل السموم والخلايا المريضة، مما يعزز المناعة ويقلل مخاطر الأمراض المزمنة، كما أظهرت دراسات حديثة. ثانياً، تحسين التمثيل الغذائي. ينخفض الإنسولين فيحرق الجسم الدهون المخزنة، يتحسن حساسية الإنسولين، ينخفض الوزن ومؤشر كتلة الجسم، ويقل خطر السكري النوع الثاني وأمراض القلب. ثالثاً، صحة القلب والأوعية. ينخفض الكوليسترول الضار والضغط الدموي، ويتحسن الدهون النافعة، مما يحمي من النوبات القلبية والسكتات. رابعاً، صحة الدماغ والنفس. يزيد الصيام من نمو الخلايا العصبية، يحسن الذاكرة والتركيز، يقلل الالتهابات، ويعزز المزاج والرفاهية النفسية. وأخيراً، تجديد الجسم. يرتفع مستوى عوامل النمو، يتحسن الكبد والجهاز الهضمي، ويصبح الجسم أكثر كفاءة. صيام رمضان هدية إلهية تجمع بين التقوى والصحة. التزم بإفطار متوازن، اشرب الماء جيدا، واستشر طبيبك إن لزم. اشترك في القناة وفعل الجرس للمزيد من الحقائق العلمية عن رمضان. رمضان مبارك عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.